لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي الأستاذ جلول عياد وزير المالية راعي المنطقة، سعادة الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، رئيس اتحاد المصارف العربية، وممثل لسعادة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب السعادة والمعالي والخبراء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي الأستاذ جلول عياد وزير المالية راعي المنطقة، سعادة الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، رئيس اتحاد المصارف العربية، وممثل لسعادة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب السعادة والمعالي والخبراء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. هذه الكلمة أن أنقل إليكم وإلى كافة الإخوة الحضور تحية وسلاما ملؤهما الإعزاز والمودة من معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومن سعادة مدير عام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وأن أنقل وافر الشكر وجزيل العرفان إلى الجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا على الدعوة الكريمة لهذا المؤتمر وعلى استضافة هذه النخبة من العلماء والخبراء، وخالص الشكر ووافر التقدير والتوجيه إلى معالي وزير المالية على رعايته الكريمة لهذا الملتقى وعلى تفضله بافتتاحه واهتمامه الكبير بغاياته ومقاصده، كما لا أنسى أن أعرب عن جزيل الشكر والامتنان للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيسه سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل وأمينه العام سعادة الدكتور عز الدين خوجة على هذا التنظيم، والشكر موصول لجميع الإخوة والمشاركين. أيها الإخوة والأخوات، لقد كانت منطقة المغرب العربي عبر التاريخ الإسلامي منارة شامخة من منارات الحضارة الإسلامية، وأنجبت من العلماء والأفذاذ من شهد لهم التاريخ واعترفت بفضلهم الحضارة الإنسانية. لقد احتضنت هذه المنطقة عباقرة بشتى فروع المعرفة، فالإمام ابن رشد الجد، والإمام ابن رشد الحفيد، والإمام الشاطبي، والإمام ابن خلدون، وغيرهم من العباقرة رحمة الله عليهم جميعا، كانوا منارات مضيئة ورائدة في علوم الشريعة الإسلامية وفي الفلسفة وفي العلوم الاجتماعية. وقد كان لهؤلاء العباقرة والحضارة التي احتضنتهم كبير الأثر في نهضة أوروبا والعالم الغربي، خاصة عبر الأندلس وجزيرة صقلية، ومنها اقتبست الأنظمة الأوروبية شيئا ليس باليسير من الفقه المالكي، سواء في ضوابط التعاقد أو في مجال الوقف أو في القضاء أو غيرها مما تناولته الدراسات التاريخية بالتحليل والإتقان. أيها الأخوة، على مدى 20 عاما الماضية كانت المدرسة السائدة في عالم المال والاقتصاد هي مدرسة السوق المطلقة. خلال هذه الفترة تراجعت التنظيمات والضوابط الحاكمة للأسواق والمنتجات المالية، ومعها تراجعت القيم والأخلاق والأخلاقيات السلوكية، وارتفعت الإلكترونيات بدرجة عالية، وأصبح القمار والرهان هما الأساس لأدوات التعامل مع المخاطر. النتيجة التراكمية لهذه الانحرافات هي الأزمة المالية العالمية خلال عام 2000، خلال الفترة من 2008 إلى 2010، التي غيرت وجه الاقتصاد العالمي ودفع ثمنها الجميع من الأغنياء والفقراء. لقد كشفت الأزمة عن جوانب كبيرة من الخلل في البناء المالي السائد، وهو ما اعترف به قادة الدول الغربية بعد اشتعال الأزمة بفترة قصيرة. وأيضا كانت هذه الأزمة فرصة كبيرة للعالم لكي يتعرف على التمويل الإسلامي. فقد اعترف وزير المالية الأمريكي توم جايتنر بقوله: لقد أخطأ نظامنا المالي من نواحي جوهرية، لقد برهن النظام أنه في غاية الهشاشة وعدم الاستقرار. رئيس البنك المركزي الأوروبي جين كلارك تشيك
قال يجب تصحيح الاختلالات الكبيرة في النظام المالي التي أصبحت ظاهرة للعيان. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد صرحت بقولها لا يمكننا الاستمرار في التخبط من أزمة إلى أخرى. وفي كلمة للرئيس الفرنسي ساركوزي الظاهر مؤخرا انتقد بقوة الفجوة المتزايدة بين الأسواق المالية وبين الإنتاج الفعلي للسلع، وأشار إلى أن عقود النفط المالية تعادل 35 مرة حجم السوق الفعلية، بينما تبلغ عقود المشتقات الزراعية في سوق شيكاغو وحدها 46 مرة حجم الناتج العالمي من القمح. ولذا دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني مبادئ تضبط الأسواق المالية وتقلص المخاطر التي تنتج عن هذه الفجوة. وكان وزير المالية الألماني قد انتقد العام الماضي الانفصام بين التعاملات المالية والاقتصاد الحقيقي وضرورة تحقيق العدالة بين المخاطر والأرباح. وكانت وزيرة المالية الفرنسية مبكرة منذ بداية الأزمة صرحت بقولها أن الصناعة المالية الغربية قد تتعلم شيئا من العالم الإسلامي في الوقت الذي يسعى فيه قادة العالم إلى إرسال أيضا إن المبادئ. أيها الحفل الكريم، إن منطقة المغرب العربي كانت من أوائل المناطق التي عنيت بالمصرفية الإسلامية، وكما أشار معالي وزير المالية فقد كان أول مصرف إسلامي في منطقة المغرب العربي في هذه البلاد في عام 1983 ميلادي، وهو بلد البركة في تونس. وشهدت مصيرة السيطرة الإسلامية تحركات إيجابية في السنوات الأخيرة، ونأمل أن يكون هذا الملتقى بداية انطلاقة خلاقة لمرحلة جديدة في عمر الصناعة المالية الإسلامية. وفي ظل هذا المؤتمر الأول من نوعه، فإن هذه المنطقة تملك مقومات عدة لتتبوأ مركزا قياديا في صناعة التمويل الإسلامي، ولكي يتحقق ذلك فإنه من الضروري أن تستفيد من تجارب التمويل والصيرفة الإسلامية الثرية حول العالم، وأن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن تبني على نجاحاتهم وإنجازاتهم المتميزة مع ما تضيفه من الإبداع والابتكار، ما يجعلها مدرسة جديدة تضاف إلى مدارس التمويل الإسلامي القائمة. ولكي يتحقق الدور الريادي لهذه المنطقة، ففي تقديري يتطلب الأمر إعداد خارطة الطريق أو خطة استراتيجية يمكن من خلالها بناء مركز متميز الصناعة المالية الإسلامية بنوعية جودة وثبات عالمية. وينبغي أن يكون من البداية واضح أن الهدف الأول لهذه الخطة هو تحقيق التنمية الشاملة والتوظيف ورفع مستوى الرفاه والرخاء في المجتمع. وهذه هي حقيقة وفلسفة التمويل الإسلامي ومقصوده الأساس، وهو أن يكون التمويل مساندا وداعما للإنتاج والتبادل وتوليد الثروة. ويتأكد هذا في ظل مدرسة المقاصد الشرعية التي مهد أصولها وأرسى تعاليمها علماء الفقه الإسلامي من المذهب المالكي الذي تعتز به هذه الأمة. ولكي يتم بناء الصناعة على أسس متينة يجب أن تولى عناية خاصة بركني العمل المؤسسي الناجح، وهما الكفاءة والنزاهة. فالكفاءة تتطلب بناء رأس مال بشري قوي في مجال التمويل الإسلامي، وهذا يتأكد بكون التمويل الإسلامي قائم على مبادئ عميقة وضوابط دقيقة لا بد من تمام الفهم والاستيعاب هذه المبادئ لكي ينجح تطبيق وقيام الصناعة المالية الإسلامية. أما النزاهة تتطلب تأسيس مبادئ حوكمة رفيعة تحمي قيم الشفافية والعدالة. فالتمويل الإسلامي نظام أخلاقي بالدرجة الأولى وليس مجرد صناعة مالية لتحقيق الربح، ولهذا لا بد من وجود نظم حوكمة وقواعد سلوك تجسد هذه القيم الأخلاقية على أرض الواقع. وهذان الركنان هما ما تضمنه قول الحق تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالكفاءة تجسيد بخصلة القوة، بينما الحوكمة تطبيق بخصلة الأمان. أيها الإخوة، في ظل هذه المبادئ الأساسية ينبغي أن يتم التخطيط لبنية الصناعة المالية الإسلامية وهيكليتها بما يحقق الأهداف. أولاً، التوازن بين القطاع الربحي والقطاع غير الربحي. لا يمكن للمصالح الإسلامية أن تعمل في بيئة ترتفع فيها معدلات الفقر ويختل فيها توزيع الثروة. وكما ذكر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، فإن كفاءة السوق تخفض وتتعطل في ظل سوء توزيع الثروة، ويغرق المجتمع تبعا لذلك تحت أثقال مليونية تنتهي إلى كارثة مالية واقتصادية يصعب الخروج منها كما حدث في الأزمة الأخيرة. ثانياً، التنويع في بنية الصناعة من خلال تنويع المؤسسات والمنتجات المالية. الصناعة المالية الإسلامية تشمل منظومة متكاملة من المؤسسات والمنتجات ولا تقتصر على فئة واحدة.
والمصالح الإسلامية مع كونها من أهم عناصر هذه المنظومة فإنها تحتاج لكي تنجح في عملها إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية الأخرى لتكمل عملها ولتحقق أهداف التنمية المنشودة. ومن المؤسسات الأخرى الداعمة لعمل الصناعة المالية الإسلامية المصارف المتخصصة، مؤسسات رأس المال الجريء فينشر كابيتال، مؤسسات تمويل المنشآت الصغيرة، مؤسسات التكافؤ وإدارة المخاطر، أسواق الصكوك ورأس المال، كلها عناصر ضرورية لتحقيق التوازن المتكامل في الصناعة المالية الإسلامية. وتبرز مؤسسات تمويل الأعمال الصغيرة ورأس المال الجريء في دورها الجوهري في رفع معدلات التوظيف ودعم مجالات الإبداع والابتكار الذي يتميز به جيل الشباب وهم الفئة الغالبة في مجتمعاتنا. أيها الأخوة والأخوات، مع شروق شمس الأمل واتساع دائرة التطلعات يجب أن لا نغفل عن التحديات القائمة على أرض الواقع. في التقرير الذي أعد بالاشتراك بين البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية للتمويل وجد أن أعلى معدل البطالة بين الشباب في العالم هو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصل إلى 25%، مما يكلف اقتصادات المنطقة نحو 50 مليار دولار سنويا. هذه الأرقام تمثل تحديا كبيرا أمام القطاع المالي عموما والصناعة المالية الإسلامية خصوصا. يجب أن يكون نصب أعيننا أن فلسفة التمويل الإسلامي هي أن يكون التمويل خادما وداعما لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون الهدف الأول من الصناعة الإسلامية هو دعم التوظيف والنمو وتوزيع الثروة بما يحقق الرفاه والاستقرار لشعوب المنطقة. وكلنا أمل أن يكون هذا المنطقة المبارك إن شاء الله خطوة فاعلة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين بلاد المغرب العربي لتعود مرة أخرى نبراسا للحضارة الإنسانية ومنارة سامحة في مسيرتها. ختاما، يسرني نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن نجدد خالص الشكر وتقديري للقائمين على هذا الملتقى المبارك والمشاركين والحاضرين جميعا، داعيا الله تعالى أن يكرر جهودكم بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله